كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. أول يوم عيد يعني طبق الفتة المعتبر اللي ريحة الطشة بتاعته بيجيب لآخر الشارع. النهاردة هنعمل مع بعض فتة العيد باللحمة على أصولها بنفس زمان، وهقولك ازاي تطلعي شوربة صافية وطعمها مركز والعيش يطلع مقرمش وما يشربش شوربة كتير ولا يعجن منك خالص. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. وعلشان تكوني جزء من عيلتنا وتتابعي كل وصفاتنا السهلة، يسعدني جدا تشتركي في مطبخ وديدة وتفعلي الجرس، ويلا بينا نكمل. أول حاجة احنا معانا 4 5 فصوص كده حبهان احنا كسرناهم، وهنحطهم كده في الحلة وهننزل عليهم بربع معلقة سمنة. مش هنحط سمنة كتير عشان اللحمة بتبقى دسمة شوية، ونقفل عليهم الغطا علشان الحبهان يطلع ريحته. كده احنا قفلنا الغطا، انا طبعا بخليه وقت بس انا مش هعمله في الفيديو كده بمنتج يعني. فسيبته تقريبا دقيقة لما اللون اتغير، وبعد كده نزلت اللحمة وقفلت الغطا تقريبا برضو دقيقة تاني لحد ما اللحمة أخدت لون من الجزء اللي تحت اللي طايل النار. وبعد كده بافتح الغطا، باشوّح الباقي وباخد وقت شوية في التشويح. التشويح ده هو اللي بيخلّي الشوربة طعمها حلو جدًا، والحركة بتاعة الحبّهان دي هي اللي بتخلّي ريحة اللحمة تحفة وما فيهاش أي زفارة. ففعلًا الطريقة بتاعة اللحمة دي أحلى طريقة للشوربة، هي الطريقة اللي أنا باقولها لكم دي. إحنا بنشوّح كويس جدًا لحد ما كل اللحمة لونها يتغيّر وتبقى لونها بُني حلو مكرمل وحلو. معانا بقى في الوقت ده بصلاية صغنّنة وطماطماية، إحنا هنقطّعهم ونحُط عليهم ملح وفلفل أسود، بس مش هننزّلهم دلوقتي. برضه أنا باقفل الغطا يعني وباشوّح وبافتح تاني بالشكل ده لحد ما اللحمة كلّها لونها يبقى بالشكل القمر اللي أنتم شايفينه ده. اللون البُني ده حلو جدًا بيدّي شوربة لونها حلو وبيبقى طعمها حلو جدًا، وريحتها طبعًا كل الأنسجة بتاعة اللحمة بتبقى ريحتها الحبّهان اللي إحنا حطيناه ده، بتبقى ريحتها حلوة جدًا. فإحنا خلّصنا كده التشويح، فهننزل بالمَيّة السخنة. وعايزة أقول لكم إن لازم ننزل على الشوربة بمَيّة سخنة بتغلي علشان تفضل تستوي، لإن هي وهي بتتشوح بتبقى سخنة. لو نزّلنا مَيّة باردة هتوقّف السِوَى واللحمة هتنشف شوية، فننزل عليها الأفضل بالمَيّة السخنة المغلية. ودلوقتي بعد ما غليت وقلبت كده، هننزل بقى بالبصلاية والطماطماية اللي قُلت لكم عليها، حطيت عليها ملح وفلفل أسود ومعاها 2 ليّا قطعتين صغيّرين عشان تعمل برضه شوربة دسمة وحلوة. ننزّلهم وتاخد غلوة كده لحد ما تقلب بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هنبدأ بقى إن إحنا في الوقت ده نخلّي النار قليلة أوي، نوطّي النار عليها خالص ونسيبها بقى تستوي براحتها ساعة، ساعة ونُص، عقبال ما تستوي خالص، وهنشوفها بعد كده. دلوقتي إحنا هنبدأ نقطّع العيش. طبعًا أنا باحب الفتة جدًا بالعيش المصري بتاعنا الجميل، لكن للأسف هنا ما فيش عيش مصري، فأنا باعمله بالعيش الشامي برضه بيطلع حلو جدًا. طريقتي بقى إن أنا باقطّعه كده بالمقص، المقص بالنسبة لي أسهل كتير ما باقطّعه بسكينة يعني. وبالإيد طبعًا بيبقى شكل مش حلو يعني، بيبقى في أشكال غريبة كده، لكن بالمقص بيبقى شكله معتدل شوية. أنتم عارفين طبعًا إن العين بتاكل قبل البُق، فلازم الشكل يبقى حلو والطعم يبقى حلو. فإحنا بنقطّعه كده بالطول شرايط، وبعد ما بنقطّعه شرايط دي بنبدأ إن إحنا نقصقصه كده مربعات صغنّنة، نحاول ننسّقها بقدر الإمكان يعني، بالشكل ده أهو. بنقطّعها أهي، بُصّوا المربعات كلّها بنحاول نخلّيها متساوية وحلوة. كده إحنا خلّصنا الكمية بتاعتنا كلّها. هنبدأ بقى إن إحنا نحمّرها أهو. أنا عايزة أوريكم بس الشوربة بعد نُص ساعة من الغليان أهو بالشكل ده أهو. لون الشوربة تحفة، بس هو كمان مش باين، المعلقة مش باينة فيه، والريحة تهبل، حلوة جدًا، أحلى شوربة ممكن تعملوها. هنسيبها بقى على نار تانية نحطها كده على جنب تكمّل سواها، وهنبدأ إن إحنا نحمّر العيش. كده الزيت سخن، هابدأ بقى إن أنا أحط العيش كلّه ونقلّب باستمرار ما نوقّفش، لإن العيش خفيف وبياخد لون بسرعة وبيتحمّر بسرعة، فباستمرار نحاول نقلّب فيه عشان ما يبقاش واحدة بيضة وواحدة غامقة، فاهمين قصدي؟ في ناس بتحب تحط عليه سمنة، معلقة سمنة وتحطه في الفرن. هي أذواق، كل واحد حُر، لكن أنا باحب أعمله كده، باقلّبه كده في الزيت، بيبقى كُلّه آخد لون حلو جدًا أمّا بيتحمّر في الزيت، وكُلّه بيبقى مقرمش أوي، أوي، يعني السمنة ما بتقرمشش أوي، فاهمين قصدي؟ هنطلّعه طبعًا على مناديل، مقرمش جدًا ولونه تحفة. شايفين اللون ده اللون اللي أنا عايزاه، يعني أغمق من كده هيبقى غامق جدًا. دلوقتي إحنا هنعمل الصلصة، الخل والتوم بتاعة الفتة. إحنا نزلنا بنُص معلقة سمنة ونُص معلقة توم ونقلّب بسرعة جدًا. التوم ما بياخدش لون، بيبقى أصفر
ما بيغمقش. أول ما لونه الريحة بقى طلعت دلوقتي بدأت تطلع دخان أهو، ننزل على طول بربع كوباية خل، ربع كوباية خل صغيرة. بعد ما لونه يبقى أصفر كده ننزل بالخل على طول ونقلب كده بسرعة. بصوا اللون أصفر ازاي وجميل. نبدأ بقى دلوقتي احنا معانا 3 طماطمات ضربتهم في الخلاط وهننزلهم على الخل والثوم دول اهو، نقلب ونستناه لما يغلي، ونبدأ نحط عليه الملح والفلفل الأسود. لما يغلي ويقلب بالشكل ده هو خلاص غلي، هننزل بقى بربع معلقة ملح وربع معلقة خل ونسيبه يتقل شوية، لأن هو ما بيبقاش خفيف أوي كده. هي لسه لو بصيتوا عليها هتلاحظوا إنها خفيفة، هي محتاجة تتسبِّك شوية. هنسيبها بقى براحتها تتسبِّك، هي كده مناسبة جدًا، السُمك ده مضبوط أوي. فكده خلاص الصلصة خلصت. هنبدأ بقى إن إحنا نطبّق الفتة بتاعتنا الجميلة دي. هنحمّر الأول اللحمة. اللحمة خلاص اتسلقت فهنحمّرها الأول. حطينا نُص معلقة سمنة برضه، السمنة البلدي بتفرق جدًا على فكرة في التحمير الحاجات دي. نزّلنا اللحمة في السمنة ونبدأ إن إحنا نحمّرها، تاخد لون بقى قمر كده. هي لونها قمر من غير حاجة أصلًا، أهو بُص اللون قد إيه جميل. بعد ما حمّرناها نرُش عليها رشة فلفل أسود بالملح، وكده تبقى اللحمة خلصت. وال والشوربة طبعًا خلاص اللي إحنا هنسقّي بيها. وعملت أنا الرُز، طبعًا الرُز مش محتاجين إن أنتم تشوفوه، الرُز سهل أوي، أي حد بيعرف يعمله. فهنطبّق بقى الفتة. بُصّوا العيش مقرمش قد إيه جميل. العيش ده على فكرة مش بيطرى، بيفضل مقرمش وجميل كده. هنحطه في الطبق وننزل عليه ب3 كبشات رُز وكبشتين من الصلصة اللي إحنا عملناها دي، دي الطبقة اللي تحت. وهننزل عليه كمان بكبشتين من الشوربة. بُصّوا الشوربة لونها قد إيه جميل، حلو جدًا. طبعًا بنصفّيها لإن إحنا فيها حبّهان وبصل وطماطم وفيها الدهون دي، فكل ده إحنا مش عايزينه، إحنا عايزين الشوربة صافي بس. نقلّبها كويس جدًا، جدًا، وبعد كده ننزّلها في طبق التقديم، دي الطبقة اللي تحت. هننزّلها كده ونسويها كويس جدًا. أهو إحنا بنساوي بس عشان نضبّط بس الشكل، لإن زي ما قُلت لكم العين بتاكل قبل البُق. ضبّطنا كده وبعدين نحُط بقى الطبقة التانية اللي هي الرُز. نحُط الرُز بقى بتاعنا اللي إحنا عملناه ونسويه برضه، ونسيب جزء من العيش كده عشان يبان إن في تحت عيش، يبقى شكله باين كمان. العيش شكله تحفة، فأنا عايزة أبيّنه بالشكل ده. ونحُط برضه على الرُز كبشتين كده شوربة، لإن الرُز عايزين برضه يشرب من الشوربة، يبقى طعمه حلو أوي، كُلّه يبقى شارب من بعضه يعني. ونبدأ بقى إن إحنا نحُط الصلصة بتاعتنا بشكل كده بقى. دي حرية شخصية وأذواق، حطّوها بأي شكل. أنا حاولت أعمل كده دواير، دايرة كبيرة وفوقيها دايرة صغيرة وأشكال بقى كده. بقيت ألعب شوية يعني، كل واحد براحته ويزيّنها زي ما هو عايز بالشكل ده. شكلها بقى حلو. هنبدأ بقى نرُص اللحمة عليها بالشكل ده. خلاص اللحمة خلاص إحنا حاطين عليها ملح وفلفل أسود وإحنا بنحمّرها، فهي خلاص مش محتاجة حاجة. شايفين الشكل قد إيه جميل ويفتح النِفس؟ طبق قمر، حلو جدًا، ولون اللحمة تحفة. بأكد عليكم وأقول لكم بُصّوا بقى، السر كُلّه في اللحمة والشوربة. علشان تطلّعي فتة حلوة لازم الشوربة تطلع حلوة. عشان تطلع معاكِ حلوة ومضبوطة زي ما أنتم شُفتوا في الأول باشوّح 3، 4 فصوص حبّهان، بنفتحهم وبننزّلهم بعد المَيّة المغلية. بعدها يعني بننزّل عليهم المَيّة المغلية. الحركة دي بقى بتخلّي الشوربة دسمة جدًا وريحتها تجنّن من غير أي زفارة. التركة التانية بقى اللي هي أساس الفتة، طشة التوم والخل. إن أنا باخد معلقة من العيش بعد ما باحمّصه، باحُط معلقة يعني من الصلصة والخل والتوم على العيش بعد ما باحمّصه والرز، باقلّبهم في بعض. فبتخلّي كل قطمة أنتِ بتاكليها من الفتة بتبقى كلّها شاربة من بعض، مش تحت فاضي ما فيش أي حاجة ومن فوق بس الطشة دي لأ، من تحت لفوق كلّها قطمة واحدة. التركّتين دول مهمين جدًا وبيخلّوا طعم الفتة تجنّن. أهو هنبدأ بقى إن إحنا نحط شوية في طبق كده وندوق. العيش لسه مقرمش وشارب طبعًا من كل الحاجات الحلوة اللي إحنا حطيناها دي، خل والثوم والطماطم. جمال الطبقات، شايفين جمال الطبقات؟ الرز مفلفل والعيش فيه قرمشة خطيرة واللحمة دايبة زي الزبدة. طبق فعلًا بيفتح النِفس وبيجمّع العيلة كلّها في العيد. شايفين اللحمة مستوية، واخدة لون تحفة، ريحتها جميلة، بس هي سخنة جدًا، مش عارفة أقطعها سخنة أوي، كل الأكل لسه سخن أوي. جرّبوا الفتة بطريقتي ومستنية رأيكم في الكومنتات. بتحبوا الفتة بالصلصة الحمرا زيي والّا بتحبوها بالخل والثوم بس؟ بألف هنا